السيد الرئيس، أختي المستشارة، إخواني المستشارين، السادة الوزراء، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في أحد تقاريرها عن استمرار اللا تكافؤ بين جهات البلد، بحيث أظهرت نتائج الحسابات الجهوية لسنة 2010 حول الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات الأسر بأن 6 جهات من بين 16 جهة تخلق حوالي 63.8% من الثروة الوطنية، بحيث تحتل جهات الدار البيضاء المرتبة الأولى، في حين تحتل جهة تازة الحسيمة تونات المرتبة الأخيرة، باعتبارها الجهة الأكثر فقرا في أبعاده المختلفة والمتعددة. وفي ظل استمرار تكريس الحكومة لنهج اللا تكافؤ بين الجهات، خصوصا من خلال التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي، وفي ظل استمرار تلكؤ الحكومة في إطلاق الدينامائية والورش الكبير المتعلق بالجهوية المتقدمة، الذي سيشكل آلية مهمة لضمان التوازن والتضامن بين الجهات، فإننا نسائلكم سيد الوزير، ما الذي قامت به الحكومة في هذا المجال؟ وشكرا. شكرا للسيد المستشار.